السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله هيعجبكم جدا. هنعمله مع بعض خطوه خطوه، وان شاء الله هيكون ناجح معاكي، والنتيجه والطعم مفيش اجمل ولا اطعم من كده. بس يا ريت لو اول مره تشوفوا قناتي انزلوا حالا تحت الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناه او سبسكرايب، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني اي جديد. ودلوقتي نبدا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. يلا بينا نشوف المقادير. معايا 500 جرام من اللحمة المفرومة، فيها نسبة دسم بسيطة. المفروض يكون فيها نسبة دسم أكتر من كده، بس هقولك هنعوض الدسم ده بإيه. طبعا من أسرار الحواوشي في المطاعم إنهم بيضيفوا نسبة دسم كبيرة جدا أكبر من اللحمة نفسها، وطبعا إحنا مش هنعمل كده عشان إحنا عاوزين ناكل حاجة تفيدنا مش تضرنا. هنضيف على نص كيلو اللحمة ربع كيلو بصل. لو هتعملي كيلو لحمة يبقى هتضيفي نص كيلو بصل. البصل دايما بيكون نص كمية اللحمة بالظبط. البصل ما بيكونش مفروم ناعم قوي عشان ما ينزلش الميه بتاعته. ممكن تخرطيه بالسكينه عادي. ومعايا كمان 4 فلفلات رومي اخضر واحمر فرمينهم في الكبه برضو، وطماطمايه واحده مبشوره من غير القشر بتاعها. هنضيف كمان على اللحمه معلقه سكر عشان تسرع من تسويه اللحمه، ونص معلقه من البيكنج باودر عشان ما تكونش اللحمه مكتومه، ومعلقه دقيق. معلقه الدقيق دي اللي هتخلي اللحمه تربط معايا، وهتعوضني الدسم اللي احنا ما حطيناهوش. وهنبدأ بقى نضيف البهارات بتاعتنا. معايا معلقة من الملح، ونص معلقة من الفلفل الأسود، ونص معلقة من الكزبرة الجافة، ونص معلقة من الكوبيبة الصيني، ونص معلقة من التوم والبصل البودر، ونص معلقة بابريكا، واتنين معلقة كبيرة من بهارات الحواوشي. دي بتجيبيها من عند العطار أو بتجيبي كيس اللي هو الكنور، موجود في أي سوبر ماركت. ده بيخلي الحواوشي ريحته رهيبة جدا. تمام كده خلصنا كل مكوناتنا، وانا هكتبها لك برضو في صندوق الوصف. هنبدأ بقى نخلط كويس قوي كل المكونات بتاعتنا مع بعض، وهنسيبها تتبل شوية في التلاجة حوالي نص ساعة لحد ما نعمل العجينة بتاعتنا. تكون شربت كويس قوي من التتبيلة. تمام، هنقلبها كويس قوي كده لحد ما كل المكونات تختفي كلها وتبقى قطعة لحمة واحدة. تمام، هنحطها بقى في التلاجة. ونبدأ بقى نعمل العجينة. معايا كوباية ونص مية دافية، ولازم المية تكون دافية مش سخنة علشان تسرع من خمر العجينة، وما تكونش سخنة علشان الخميرة نفسها ما تفسدش. وهنحط معلقة سكر، معلقة صغيرة، ورشة من الملح، ومعلقة ممسوحة من الخميرة الفورية، ونص معلقة بيكنج باودر، واتنين معلقة كبيرة زيت. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض لحد ما كل حاجة تدوب. وهنبدأ ان احنا نضيف الدقيق. انا معايا نص كيلو دقيق او حسب الكمية اللي انت عاوزاها. دي جمال استخدامات. هنقلبه كده بالمعلقة لحد ما كل حاجة تختلط كويس، وهنبدأ ان احنا نعجن. احنا مش هنعجن فيها كتير، يعني حوالي 5 دقايق بالكتير قوي. هتلاقيها عجينة بتلزق معاكي كده، وهو ده المطلوب. تكون عجينة بتلزق بسيط وطرية. ودلوقتي انا حطيت معلقة من الزيت عشان نلم بيها العجينة. تمام، بالشكل ده، ومش هنسيبها تخمر ولا اي حاجة. تمام كده، هنبدأ بقى ان احنا نقطعها على طول. معايا صينية هديها مسحة كده من الزيت، وهنقطع العجينة كويرات. نحاول نخلي كل كورة قد التانية. لو عندك ميزان ممكن توزنيها على الميزان. تمام كده. كده خلصت كل الكمية، عملت معايا 10 كرات. تمام، هنغطيها بقى بكيس وهنسيبها ترتاح بالظبط 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير قوي. انا نسيت احط بقدونس. جبت 4 عيدان كده من البقدونس، فرمتهم فرم ناعم قوي، وحطيتهم كده على اللحمة. طبعا ده بيدي الحواوشي طعم جميل جدا لا غنى عنه. مرضتش احطه من غير ما اقول لكم، ف
خليته كده وقلت احطه معاكم. هنعمل اللحمه برضو كويرات كده زي العجينه، نفس الحجم تقريبا، عشان تبقى سهله معانا واحنا بنعمل الحواوشي. تمام كده، خلصنا تقريبا كل الكميه. هنعجن بقى على الرخامه او على قطاعه زي دي، نديها كده مسحه من الزيت. العجينه ما شاء الله بتتفرد معايا بسهوله جدا. هنفردها كده، ما نحاولش ان احنا نرقق العجينه قوي يا جماعه. يعني انا غلطت بصراحه في اول رغيف حواوشي كده رققته قوي، فالرغيف اتقطع مني من على الوش واللحمه كانت باينه. تمام. طبعا في الوقت ده انا مشغله الفرن على درجه حراره 200، لازم يدخل فرن ساخن. تمام كده، بنلم العجينه كده على بعض بمنتهى السهوله يا جماعه، سهله جدا. يعني انا مش هعمل عجينه وافرد اللحمه وبعدين احط عجينه تانية. هنحطه بقى كده على صينيه فيها مسحه محترمه قوي من الزيت، ويا ريت تكون صينيه ما بتلزقش. انا لقيت الخمسه كتير قوي، شلت واحد عشان يدي براح للرغيف الحواوشي لو هو عايز يتفرد معانا. وطبعا هنخرمه كده بالشوكه قبل ما ندخله الفرن عشان الرغيف ما يقبش معانا. وهعمل جزء تاني على الجريل عشان لو مش عايزه تدخليه الفرن. وبصراحه اللي على الجريل احلى واطعم بكتير. طبعا انا حاطه على الجريل كميه محترمه قوي من الزيت، يعني حاطه حوالي 3 معالق. طبعا في المرحله دي الجريل سخن معانا والزيت كمان سخن، ملاحظين معايا؟ تمام. هنضغط عليه كده بقى بسباتيولا علشان اللحمه تتفرد معانا والرغيف كمان يتفرد. اخد وش من تحت بسيط كده، نقوم جايين قلبينه عشان اللحمه تستوي. يعني احنا هنقلبه كذا قلبه كده علشان اللحمه تستوي معانا. طبعا الجريل كان سخن في الاول، واول ما حطيت الحواوشي استنيت شويه وهديت النار عشان اللحمه تستوي براحتها. هنقلبه كمان مره، لونه ما شاء الله تحفه جدا. طبعا لو مش عندك جريل تقدري تحطيه في اي طاسه ما بتلزقش وتغطيها عادي جدا، ولا تتضايقي ولا تتعصبي، صرفي نفسك. الريحه بدات تظهر معانا بصراحه، ولا اجدع محل حواوشي. طبعا اي حاجه بتعمليها بايدك في البيت احلى وانضف من بره بكتير، وحاجه انت عاملاها بمزاجك. يعني ولا هتحطي بقى دهن كتير ولا لا، هتعملي الحاجه اللي تفيدك وتفيد ولادك. وده اللي احنا حطيناه في الفرن، اخد وش من تحت كده. هديله بقى مسحه زيت وهدخله الفرن تاني. هطفي الفرن وهولع الشوايه، الوش بس يا دوبك يتحمر وهطلعه على طول. هو اخد بالظبط في الفرن 10 دقايق، على الجريل برضو اخد حوالي 10 دقايق، يعني الاتنين طلعوا مع بعض. شايفين ده الرغيف الاولاني اللي انا رققته قوي؟ شايفين اللحمه بانت ازاي؟ بس كان طعمه تحفه برضو. تمام، انا كده الحوش استوى تماما معايا. هطلعه بقى، اخد لون حلو قوي من على الجنبين. نصيحة بقى، قبل ما تيجي تحطي حواوشي تاني لازم تمسحي الجريل بتاعك بمنديل كده، عشان لو في اي حاجة زيادة ما تحرقلكيش رغيف الحواوشي، هيبقى شكله وحش قوي. تمام بالشكل ده. هنديله بقى مسحة زيت تانية وهنحط باقي الكمية بتاعتنا. تمام ما شاء الله اللهم بارك. دي الكمية اللي طلعت معانا. ده اللي اتعمل في الفرن وده اللي اتعمل على الجريل. ما شاء الله ريحته رهيبة جدا، وحقيقي كان طعمه تحفة جدا. بجد لازم تجربي الطريقة دي. في الخطوة دي بقى لو انت عايزة الحواوشي طري غطيه بفوطة لمدة دقيقتين، لو عايزة مقرمش سيبيه زي ما هو. ما شاء الله اللحمة مستوية معانا ومش مكتومة خالص عشان معلقة البيكنج باودر اللي حطيناها. كده الفيديو خلص، اتمنى ينول اعجابكم. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني اي جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.